السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان من أنحاء الوطن العربي الكبير. أهلا ومرحبا بكم وفيديو جديد من قناة تحليلاتكم. ولكن في البداية خير ما نبدأ به هذا الفيديو كالمعتاد هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، الداهية من دواهي الزمن اللي ربنا بلى بيها النادي الأهلي والأهلوية الدنماركي ياستروب المدير الفني للنادي الأهلي عمل كارثة جديدة من الكوارث بكملة الكوارث اللي هو بيعملها مع النادي الأهلي قبل المباراة المصيرية في الدوري المصري، مباراة النادي الأهلي مع نادي المصري البورسعيدي يوم 20 طبعا الشهر الجاري، وادى اللعيبة 4 أيام أجازة بدون داعي. وقال للمدير الفني وقال للإدارة مجلس الإدارة ورئيس النادي الأهلي إن أنا اديتهم 4 أيام أجازة علشان أنا هاخد فرصة طبعا أسافر فيها أقضي 2-3 مع أولادي هناك وأرجع تاني. ولكن المفاجأة إن ياستروب لن يسافر ولم يسافر واختفى، وحتى الآن محدش يعرف هو اختفى راح فين. ولكن في هناك أخبار تشير أنه اختفى طبعا علشان يلملم أوراقه ويرتب أوراقه ويرتب الدنيا، علشان هو عارف ان النادي الاهلي بعد مباراة المصري البورسعيدي هيفتحوا في موضوع الرحيل طبعا، فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين ويدفع له قيمة الشرط الجزائي اللي هو 3 شهور. فبالتالي هو بيجهز نفسه وبيجهز اوراقه وبيجهز المحامي بتاعه علشان طبعا يكون مستعد للخطوة اللي جاية اللي هي طبعا شكوى النادي الاهلي في الفيفا او في الكاف علشان ياخد مستحقاته كاملة اللي هي قيمة العقد كامل لحد ما ينتهي. والأغاظة ان هو العقد بتاعه مش هينتهي كمان الموسم اللي جاي بنهاية الموسم الجاي، لا ده بنهاية الموسم بتاع 2028. يعني الراجل المتهور الفاشل الهتيرة مستني ان هو ياخد مرتب 2 كاملين علشان يدمر النادي الاهلي كمان وكمان. تخيلوا، لان اصلا النادي الاهلي شبه كمان النهارده بلغ المدير او مش مدير اعماله المحامي بتاعه ان هو عاوز يقعد مع ياستروب، واجتمعوا فعلا مع بعض، والنادي الاهلي بلغه ان هو عنده فرصة بعد مباراة المصري البورسعيدي يتم فسخ العقد بالتراضي وياخد مثلا مرتب شهر يونيو. ليه مرتب شهر يونيو؟ لان النادي الاهلي يوم 30 يونيو 30/6 يحق للنادي الاهلي بعد 30/6 يعني يحق للنادي الاهلي فسخ العقد مع ياستروب بالتراضي او من غير التراضي. يحق له ان هو يفسخ العقد مع ياستروب ويدفع له الشرط الجزائي اللي هو قيمة 3 شهور. فبالتالي النادي الاهلي عرض عليه النهارده ان هو يدفع له مرتب شهر يونيو بعد انتهاء مباراة المصري اللي هي طبعا مرتب شهر 5، وكده هياخدوا مرتب شهر يونيو اللي هو بتاع 6 زي ما قلنا، ويديله الشرط الجزائي 3 شهور، وبالتالي يمشي والنادي الاهلي يكسب ان هو يتعاقد مع مدير فني سواء كان اجنبي سواء كان محلي. وال50 يوم دول يستفيد بهم النادي الاهلي. المدير الفني يتعرف على اللعيبة تتعرف على المدير الفني، يعمل فترة اعداد وفترة تعايش براحته، معسكر يعني براحته في اي مكان، يتعرف على اللعيبة، يتعرف على امكانيات اللعيبة، يتعرف على قوة كل لاعب ومهارة كل لاعب. فبالتالي النادي الاهلي يستفيد من ناحيتين. ولكن ياستروب تخيلوا رد عليهم قال لهم ايه؟ قال له يا باشا ايه رأيك يا باشا، ما تديني فرصتي يا باشا كامل يا باشا واستناني الموسم اللي جاي وتشوف الاداء. ما الدنيا بقت تمشي حلوة اهو والمكنة بدأت تطلع قماش، وانا كسبت الزمالك 3-0 وكسبت انبي مش عارف 3-0 والدنيا حلوة اهي، ما تديني فرصتي يا باشا. قال له يا باشا ايه يعني انت كسبت الزمالك وكسبت انبي يا باشا، انت خرجتنا من الدوري، خرجتنا من افريقيا، خرجتنا من الكاس، مهددين دلوقتي ان احنا مش هنلعب افريقيا وخسرنا الدوري. يعني انت عاوز تعمل عاوز تهد النادي كامل، تمسك كده عصايه وتمسك حديده وتهد النادي اصلا، ولا تهد سور النادي انت، ولا عاوز تضرب مثلا النسر بتاع النادي الاهلي مثلا تموته. عايز ايه مننا يا باشا؟ لا انت بعد مباراه المصري اتوكل على الله وهنديك مرتب شهر 6 لانك انت كده بعد 30/6 يحق لنا ان احنا نفسخ العقد وتاخد اصلا 3 شهور بس، فاحنا نديك مرتب شهر 6 عادي، ومرتب شهر 5 اكيد انت عبطته النهارده 10/5. فبالتالي خد الشرط الجزائي وامشي.
ولكن الراجل رافض لحد الآن ومش لاقي سبب، وعاوز ياخد قيمة العقد بتاعه كلها من النادي الأهلي. كوارث ما بعدها كوارث. يعني انت راجل معك مباراة فاصلة مع النادي الأهلي، مع النادي المصري والأهلي، في حيث انك انت لو فزت بإذن الله ممكن هتوصل للنقطة رقم 53. ممكن الزمالك يتعثر بهزيمة، ممكن بيراميدز يتعثر بهزيمة أو تعادل، في اللحظة دي انت هتبقى المتصدر ومبروك عليك الدوري. ولكن انت جاي تديهم أجازة وما رحتش انت أجازة وعماك تخطط. ده أسلوب صراحة أسلوب ملتوي وأسلوب غير شريف من الداعية طبعا الدنماركي ياستروب. ده يا جماعة باختصار. في النهاية ما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم من قناة تحليلاتكم ناصر عبد الرحمن، وخير ما نختم به زي ما بدأناه هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وانتظروني في فيديوهات تانية. مع السلامة.